السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ لو انت لسه مبتدئه او ما بتعرفيش تلفي المحشي وكمان التسويه المظبوطه ليه، امشي على نفس الخطوات هتاكلي احلى محشي. بجد طعمه تحفه جدا. اول حاجه هنا هو جبت 4 معالق زيت كبار، وبعد كده ضفت عليهم حبه من الخضره، وبعد كده حطيت عليه الورق الكرنب الاول اللي انا سلقاه في الحله. بعد كده بدأت ان انا احشي الكرنب. طبعا انا كنت سلقه الكرنب قبليها ومحضره الخلطه، وكنت منزله لكم قبل كده خلطه المحشي. اهم حاجه في تسويه الكرنب ما يكونش الورق مستوي قوي. وانت بتسلقيه هيتقطع معاكي ومش هتعرفي تلفيه بالطريقه دي، وكمان ما يكونش لسه ما استواش نص سوا، هيبقى معاكي كده ناشف ومجلد، ومش هتبقى الكرنب حلو يعني بكل سهوله. خلي وانت بتسلقي الكرنب خليه وسط كده بعد ما خلصت كده الكميه ولفيته، وحطيت كمان الشوربه. ضفت هنا معلقه كبيره من الكزبره الناشفه. بجد الكزبره الناشفه بتدي طعم تحفه جدا للمحشي. وضفت عليها كمان معلقه شطه، لو الشطه دي طبعا اختياري. هنا جبت ورقه من الكرنب وحطيتها عليها علشان البخار منه ما يطلع يسوي لك الكرنب يبقى فوق من تحت، بدل ما تحطي غطا ولا اي حاجه. وحطيت عليهم كده من فوق ورق من الرورو، بتدي طعم تحفه جدا جدا. حطيته كده على النار وسبته مدة نص ساعة. وهديت عليه النار، وبعد كده رفعته، وبعد كده سبته برد شوية وخبطته خبطتين. هتنزليه كده بكل سهولة، هيبقى معاكي كده زي العسل. ليه؟ طبعا الصباع كده بيطلع معاكي وحلو علشان انت حطيتي الزيت في الأول، بيخلي المحشي تحفة. طبعا عجب الفيديو لحد هنا، ما تنساش تعمل لايك واشتراك فضلا وليس أمرا. والسلام.